المسيح قام. أنا اليوم طلبت إنه ما يكون عنا جناز ولا يكون عنا دفن، لأنه 33 سنة عشتهم مع عصام، تختنا بعاد عن بعض متر. 33 سنة مرافقين بعضنا بكل يوم وبكل ثانية. اللي اكتشفته واللي بدي أشكر فيه هو الناس إن كانوا بلبنان برات لبنان وين ما كانوا موجودين، لأنه الحقيقة وقت ربنا بيحب إنسان بيخلي الناس تحبه. الدموع اللي شفتها بعيون الناس، المساجات اللي شفتها بعيون الناس، الكلمات اللي سمعتها، أكبر دليل إنه ربنا اختار الإنسان المناسب. نحن اليوم عم نزعل بأنانية. أنا سعيد اليوم، صدقوني إني سعيد ومش عم بتكابر ومش عم بمزح. أنا سعيد لأنه اللي عم حسه بقلبي من جوا شيء كثير حلو. محبتكم لعصام شبهتها بهاليومين اللي سألت ربنا إذا في رسالة معينة حابب إنه يبعث لي إياها. بين البكي وبين الأعداد وقعدت أنا وعصام حكينا، لأنه أنا بعرف إنه هو راح بالجسد بس بالروح باقي معي 33 سنة. أي سؤال بدي أسأله إياه بعرف جوابه عليه حتى لو ما جاوبني. أنا اعتبرت إنه عصام اليوم مثله مثل المغترب، بيجي عرض عمل وبيروح على بلد تاني. جاي عرض عمل من ربنا كرمال يكون من جنوده بالسماء، وهيدي كلكم بتوثقوا فيها، لأنه ما حدا قال لي اليوم الله يرحم عصام، قال لي صار عندكم ملاك. الفرق بينه وبين المغترب إنه المغترب نتأمل باللقاء، نتأمل باتصال. اللقاء رح يصير، كل إنسان حيكون موجود بهذا اللقاء بنهار من الأيام ورح يصير، لأنه حتى المغترب ما بنضمن إننا نتلاقى فيه. أما الاتصال، كل واحد منكم اللي عارف عصام واللي بيعرف صراحة مين هو عصام بيعرف إنه أي سؤال جوابه عنده هو حتى لو ما سمعوا منه. أبو عصام وأم عصام، أنتوا علمتونا على الإيمان وعلمتونا على الرجاء، أنتوا ربيتونا وخليتونا نكون إخوة. الكل عم يطلب مني إني أوقف حدكم، بس أنا عم بطلب منكم أنتوا توقفوا حدي، لأنه نحن انكسرنا يمكن بعصام، لا ربنا أخذوه، بس نحن كعائلة قادرين نحول يمكن هالمصيبة اللي نحن شايفينها مصيبة بس أنا شايفها إنها نعمة، قادرين نحولها لنعمة حقيقية. واللي مبسوط فيه كمان وما كان فيني أعمله من قبل، مش كان لازم تكون هذه الخسارة، بس ما رح كون أناني، يسوع بيستاهل عصام أكثر مني، إنه أنا خسرت عصام الخي بس رح أكسب عصام الابن. رح أكسب ابني عصام اللي رح يرجع فل كخي ورجع كابن. أما عصام اللي بدي أقول له وهو شريك حياتي، رسم بقلبي رسالة كان بعت لي إياها يمكن على مساج، بيقول لي أنت شقفة مني، أنت سندي بالحياة، الله يخلي لي إياك، بحبك. أنا اللي بحبك وبعرف قديش أنت اليوم قلبك محروق على كل واحد عم يبكيك، على أمك، على بيك، علي، على أختك، على كل الناس. أنا بقول لك روح بسلام. ما حدا يطلب من عصام يرجع، خلوه يروح، لأنه هو كل واحد بيطلب منه رجع بصير يفكر وبيضيع وروحه بتضيع. توفى عصام بنهار الرحمة الإلهية اللي حط هالعيد هو البابا القديس جون بول II، وتوفى بنفس النهار، توفى بعيد الرحمة الإلهية وكان قديس. نحن عشنا 33 سنة أنا وهالخي، 33 سنة كنا روحين بجسدين، اليوم صرنا روحين بجسد واحد. بوعدك قدام كل هالناس اللي موجودين واللي عم بيشوفونا إنه كل بسمة أنت رسمتها حجرب أرسم دوبل عنا، حابتسم عنك وعني، حاشتري تياب عنك وعني، حاعمل اللي ما بينعمل بالحياة تضل الناس كلها تتذكرك. هيدا النهار ما بدنا نتذكره إلا فرح، لأنه أنت بالنسبة لي الحياة كلها. أي سؤال حدا بيطرحه رح يلاقي جوابه عنده. ما حدا عايش مع عصام أكثر ما أنا عشت معه. نحن صرنا واحد، روحين
عم بيفكروا بجسد واحد، هيدي قوة. وهذا الخاتم اللي أخذته منه وقت الحادث، أول واحد شفته أخذت منه هذا الخاتم، وعد إنه رح يبقى بحياتي كلها النهار اللي موت فيه، يبقى لأنك رح تبقى بذكراي، رح تبقى بحياتي، رح تبقى بنجاحي. الابتسامة بدي اياها ترجع، لأنه الناس تعودت علينا تبتسم، تعودت علينا نبتسم، واللي بحبوه فينا إنه كانوا يشوفوا صورة الله فينا، وهذا اللي رح يبقى. أنا بشكر كل واحد منكم، كل واحد منكم كان موجود حدنا بهالعرس، بهالتهاني، بهالكل شيء اللي عشناه. افرحوا لأنه عصام اجته وظيفة عند الله، وهيدي الوظيفة هو بيستحقها. ربنا ما رح يبعث له عرض عمل بالإيميل، رح ياخده هو بطريقته، واخده لعصام بطريقته. أنا بشكركم من كل قلبي، بشكر كل إنسان بحبنا، لأنه المحبة ما بتنشرى، المحبة بتنكسب. بابا، أنت اللي وصلتنا نكون هون بنهار من الأيام، وأنت يا ماما اللي خليتينا نكون نحصد هالمحبة من الناس. التهاني رح تكون لعصام اليوم، بكرة بكنيسة مرجريس، ونهار الخميس رح تكون ببيروت بكنيسة مارلياس الانطاري. هالتهاني اللي هي تهاني بالفرح، تهاني بعرس المسيح، بعرس عصام مع السماء. الله يقويكم. ونصيحة لكل خي مخانق مع خيه، لكل إنسان حابب يعمل شيء مع خيه، اوعى تتأخروا. في كتير قصص كنت عابل أعملها مع عصام، رح أعملها لحالي بس كرمال عصام.